أهلا بكم في الحلقة التاسعة من سلسلة حلقات صندوق الإسلام. الصندوق النهاردة يعني في حاجة مقلقة، وأنا أعترف لكم يعني أن الموضوع حساس وغير مريح. هنتكلم النهاردة عن المشاكل في نسب محمد، وأنا عايز في بداية الحلقة أقول أني مش من أهدافي إطلاقا أن أنا لا أطعن في نسبه، ولا أني أطعن في أي شيء يتعلق به لأي أسباب شخصية أو لذلك. أنا شخصيا لا أعتقد أنه كان يتلقى وحي من السماء، ولا أعتقد أنه كان نبي من عند الله، فمش محتاج براهين وأدلة، ومش محتاج أني أشتمه كشخص، لأن في زي ما قلنا معلومات كتير من اللي وصلت لنا غير موثقة، وإحنا مش عارفين هو مين بالظبط. لكن أنا لابد أن أتعامل مع هذه القضية بتاعت النسب لأسباب نفسية، عشان أنا عايز أعرف المشاكل دي هل ممكن كان لها أثر في الدعوة بتاعته؟ هل ردود أفعال معينة منه كانت جاية بسبب إن فيه ناس من قريش كانوا بيشككوا في نسبه، زي ما الأحاديث بتشرح لنا، وزي أحيانا بعض آيات القرآن ما بتدينا يعني إيه شيء بسيط كده. وأنا متأكد تماما إن السير اتحذف منها بلاوي متعلقة بهذا الموضوع، لأن زي ما قلنا في الحلقة اللي فاتت السيرة اتكتبت، أول سيرة اتكتبت في عهد بني العباس اللي كانوا يعني شرعيتهم قائمة على نسبهم لمحمد ونسب محمد لقريش، فأكيد إن هم حذفوا أي شيء ممكن يكون يشكك في هذا النسب. لكن في حاجات تانية اتثابت بتدينا زي كده إيه هنت صغير، زي معلومة بسيطة إن احنا نبتدي نشك في القصة إن النسب اللي هو يعني اللي ما يخرش المية زي ما بيقولوا. يعني مثلا هنلاقي فيه مبالغة قوي في الأحاديث اللي بتتكلم عن شرف أمهات محمد. يعني في السيرة الحلبية هنلاقي بيقول إنهم بحثوا في نسبه فدوروا لحد الأم رقم 500. خلي بالك من الرقم ده عشان هنحسبها بالآلة الحاسبة بعد كده. فبحثوا ما لقوش بين أمهاته وجدوده بقى لأمه ولا لأبوه أي امرأة بغية. طب بالذمة بالمنطق كده 500 أم دي، الواحد اللي هو قاعد في القرن الثامن أو القرن التاسع هيتعقبهم إزاي؟ وهيدخل سرايرهم إزاي؟ وهيعرف ناموا مع مين وما ناموش مع بأي وسيلة علمية تمكنه إنه يثبت إن فعلا كلهم كانوا شرف؟ ليه المبالغة دي؟ أنت عارف 500 أم يعني إيه؟ يعني أنت بترجع لورا على الأقل من 10,000 إلى 15,000 سنة. يعني ما كانش فيه كتاب التاريخ أصلا، وما كانش فيه بشر بالمعنى اللي بيقول إن آدم المفروض إن هو كان بتاع 6,000 سنة بس. فإيه المبالغة دي سببها إيه؟ دايما في علم النفس لما شخص يبالغ حاجة في حاجة اعرف إن هو عنده مشكلة معه. يعني لما شخص يبتدي يقول لك على فكرة أنا سعيد جدا، أنا ما عنديش أي مشاكل، ويجي بعد 10 دقايق يقول لك أنا من الناس اللي تلاقيها سعيدة جدا، اعرف إنه عنده مشكلة جواه وإن هو مش سعيد ولا حاجة. اللي يبالغ في حاجة معينة كده ويحاول يوضحها قوي قوي كده اعرف إنه عنده مشكلة، إنه مخبي حاجة ومضايقاه، فعنده دايما الهاجس إنه هو دايما لازم يدافع عن هذه النقطة. وده هنلاحظه كتير قوي ومحمد بيتكلم عن نسبه لقريش. مش ممكن المبالغة اللي كان بيعملها، إن الله اصطفى يعني كنانة من بني آدم واصطفى قريش من قبائل العرب، واصطفى بني هاشم من قريش، واصطفاني من بني هاشم. يعني أنا الخلاصة. طب ده هم مش قريش دول اللي مطلعين عينك؟ لا مؤاخذة معلش، يعني مش هم دول اللي عمالين يحاربوك؟ مش هم دول اللي هم اصلا مشركين؟
هل قصي جدك كان بيعبد الله وكان موحد، ولا كان بيطوف بالكعبة للأوثان ويقدم القرابين؟ لحد جدك عبد المطلب نفسه مش كان بيقدم القرابين للكعبة، وزي السير ما بتقول انه كان هيذبح عبد الله ويقدمه قربان. هو ده شيء إلهي يعني؟ ده شيء وحدوي يفتخر بيه؟ انت مش كنت بتحارب الناس دول عشان كفار؟ ازاي تقول ان هم خير ربنا اصطفاهم؟ يعني ربنا اصطفاهم وصابهم كفار ازاي؟ فدي نقطة. النقطة الثانية، ويمكن دي كان أول حاجة لفت نظري لموضوع الأنساب، حاجة كده ساقطة عند ابن إسحاق نادرة، لأن ابن إسحاق ابن هشام أصلا نقاه وطلع منه كل حاجة لها تسيء للنبي. أي شعر كان يطعن في نسبه، أي شعر كان يتهمه بالكذب والبتاع كان يحذفه. بس في حاجة ثابت أنا لما تعقبتها شوية قلت في مشكلة في النسب فعلا. يعني بيقول إن محمد ليه ابن عم اسمه أبو سفيان. ده أبو سفيان غير أبو سفيان بن حرب بتاع بني أمية، احنا بنتكلم عن أبو سفيان ابن الحارث ابن عبد المطلب، اللي هو يبقى كده ابن عم محمد. برضو الراجل ده ما فيش عنه أي كلام في السير، رغم إن معروف زي ما هم كاتبين إنه اتولد مع محمد في نفس السنة وكانوا نفس العمر تقريبا، وكانوا بيلعبوا مع بعض وهم صغيرين. اختفى ذكره تماما، ما نعرفش عنه أي حاجة إلا وقعت قبل محمد ما يفتح مكة بيومين. كان معسكر قرب المدينة وهيتوجه بقى لمكة عشان إيه؟ يفتحها. فاللي حصل إن في ناس كتير من قريش قالوا نطلع بره مكة، عشان ده كانوا متوقعين إنه هيجي يذبح، نشهر إسلامنا عشان نتقي شره. فطبعا ابن عمه أبو سفيان ابن الحارث ده ما كانش مؤمن بيه، وكان شاعر مفوه زي ما الكتب بتقول، شاعر مفوه، وكان مستقصد محمد بقصائده. ما عندناش ولا قصيدة ليه، اتحذفوا كلهم. كان بيقول ايه؟ كان بيشتموا يقول ايه؟ كان بيشتموا ايه يقول ايه؟ اللي نعرفه ان محمد كان لما حد بيقول شعر يزعله كان عنده وسيلتين للتعامل معه. لو الراجل ده من هفايا القوم يعني، او ملوش ظهر، ملوش جيش يسنده، ملوش قبيلة تسنده، يبعت حد يموته، زي كعب بن الأشرف، زي ابن خطل اللي قتله في فتح مكة، وزي عصماء بنت مروان الشاعرة، وزي جارية ابن خطل اللي كانت بتغني أشعار تشتم فيها محمد. طيب الناس اللي كانت بتشتمه بقى زي مثلا عمه عبد العزة اللي هو سماه أبو لهب، كان يروح جايب له آية من القرآن يشتموا بيها، يجيب له آية من القرآن يشتموا بيها، كأن ربنا قاعد فوق 7 سماوات، ساب بقى كل الملكوت وساب كل الأرض وركز بس في مكة، وشاف أبو لهب ومراته قالوا إيه على محمد، فهو قاعد ربنا متحفز لهم بقى، فيروح منزل القرآن ويردح لأبو لهب ومراته، انت اللي حملت الحطب كده، وتبت يد أبي لهب. يعني ربنا بيعمل عقله بعقل اللي هم البشر، بينزل لمستواهم ويردح لهم بقى. شتموا محمد يشتمه، يجي الوليد بن المغيرة يقول على محمد كلام احنا مش عارفينه قال ايه بالظبط عن محمد، فيرد القرآن على الوليد بن المغيرة يقول ايه؟ عتل بعد ذلك زنيم. زنيم دي شتيمة جامدة قوي، زنيم دي شتيمة جامدة قوي. يعني ايه زنيم؟ لو هتلاقي بقى الايه تفاسير، يقول لك الذي يلتصق بالقوم وهو ليس منهم. تفاسير بقى ابن كثير والجلالين هتلاقيها كده، يلتصق بالقوم وهو ليس منهم، يعني ابن زنا. يعني هو يقول لك ايه؟ ده انا من قبيلة فلان لكن هو مش من قبيلة فلان. بيكون بقى مولى وتبنوه، بيكون عبد وعتقوه وخلوه جزء منهم، جوزوهم واحدة منهم وبقى جزء من القبيلة. بيكون هو غريب وجاه بس كده طلب جوارهم. ما كان في أساليب كتيرة انك تنتمي للقبيلة.
فيدخلوه في جوارهم ويعطوه اسمهم ويبقى جزء منهم. فلما القرآن يشتم واحد ويقول له أنت ابن زنا، تخيل يعني، أنت تخيل، حطها في دماغك كده، لا مؤاخذة في اللفظ اللي هقوله دون، هل تتخيل ربنا اللي خلق البشر ينزل لمستوى البشر ويقول لواحد من البشر يا ابن الشرموطة؟ لا مؤاخذة في اللفظ، معلش، بس عشان أبين لك إزاي القرآن أحيانا بيستخدم مصطلحات يعني بشرية لا علاقة لها بأي ألوهية، ويتنزع عنها أي إله. فيه إله هينزل لمستوى البشر ويتكلم في الأعراض والأنساب مش ده شغل بشر، واحد بيرد على واحد. فمن المحتمل جدا، من المحتمل جدا إن الوليد بن المغيرة اتهم محمد وطعنه في نسب، فيرد عليه بنفس الكلام. يعني هو قال لمحمد أنت مش من بني هاشم أصلا، أنت ملتصق بيهم، فالقرآن يرد عليه يقول له ده أنت اللي زنيم، يعني أنت اللي مش من أصلك، يعني أنت اللي ابن زنا. حتى زنيم للي يعرف اللغة العبرية مثلا، زنيم هي نفسها ابن الزنا أو الذي يزني كثيرا. فالقرآن في حاجة بشرية واضحة قوي، ردود أفعال. اللي يقراه من هذا الشكل هيفهم نفسية محمد أكتر. يعني بيستخدمه إن هو لما يكونش في إيده سلاح بيخلي القرآن هو سلاحه. لو في إيده سلاح وحد شتمه بيروح يقتله أو يبعت حد يقتله، لكن ما يقدرش. الوليد بن المغيرة ده يعني ما عندوش الكفاءة، ما كانش لسه عنده القدرة إن يقتله. فيما بعد ممكن، لكن دلوقتي ما فيش. فينزل آية من القرآن. عمه أو ابن عمه أبو سفيان ابن الحارث قال إيه عن محمد خلاه إن هو يتجنن؟ في إشارات كده. النبي لما ما كانش بيقدر يقتل حد كان في وسيلتين، يا إما يخلي القرآن يشتمه، يا إما يخلي حسان بن ثابت الشاعر بتاعه يألف قصيدة يشتموا بها. نفس أسلوب الردح، نفس أسلوب الجاهلية الأولى اللي هو المدح والهجاء. فقصيدة حسان بن ثابت دوروا عليها هتلاقيها في هجاء أبو سفيان بن الحارث، هتلاقيه بيتكلم كتير قوي عن نسب الرسول، وأنا أفدي عرض الرسول بدمي وأبويا وأمي. يبقى أبو سفيان بن الحارث كان بيطعن في نسب محمد، ده اللي هو ابن عمه. طب لما جاء أبو سفيان بن الحارث بقى يقابل محمد في المدينة، كان ناصب خيمته محمد، وجه أبو سفيان عايز يدخل عليه، فأم سلمة زوجة محمد في هذا الوقت قالت له ابن عمك عايز يقابلك. قال لها لا، أما ابن عمي فقد هتك عرضي وهتك عرضي. إيه هتك عرضي دي؟ موجودة في سيرة ابن هشام، هتلاقوها قبل فتح مكة على طول، إسلام أبو سفيان بن الحارث. إيه هتك عرض دي؟ في تفسيرها في اللغة ملهوش غير معنيين اتنين بس. أول حاجة إن هو يعني انتهكوا جنسيا، وأنا أعتقد دي ما صعبة، لأن لو كان عمل كده كان قتله فعلا يعني. أو يكون طعن في نسبه، ما هو ده برضه هتك العرض، انك تقول لواحد انت ابن كذا، انت مش ابن فلان، ما هو انت كده بتهتك عرض، صح؟ فجاء ابو سفيان بن الحارث عشان يرضي محمد، عمل ايه؟ راح قايل قصيدة بيتبرأ فيها من اللي قاله، وقال لك وأدعي لو لم أنتسب لمحمدي. أيوة، هي دي بقى. يعني أنا كنت بأدعي إن محمد مش من نسبي، وأنا تبت خلاص كده رجع لنسبي. اتفهمت القصة إن من ناس من أهل محمد نفسهم ما كانوش معترفين إن هو من بني هاشم. قصة أبوه اللي مات وأمه وأمه خلفته بعد كام سنة من وفاة عبد الله، القصص دي كلها اتشالت
على الأقل من السير المهمة، لكن سابوا فيها إشارات ما عرفوش يحلوها فيما بعد. يعني مثلا عندك في طبقات ابن سعد، طبقات ابن سعد بيحكي حكاية زواج عبد الله ابن عبد المطلب بآمنة بنت وهب اللي هي أم محمد. بيحكيها كالتالي: إن عبد المطلب حب يخطب لابنه عبد الله آمنة، فرايح، فهو شاف أخت آمنة عبد المطلب كان اسمها هالة، عجبته، فحب يتجوزها هي كمان، فاتجوزهم هما الاثنين في ليلة واحدة، شروة واحدة. تمام؟ حلو الكلام. كان في انواع كتير من الزواج زمان، احنا يعني نقول كان في زواج الصداق، وكان في زواج المتعة، وكان في زواج الرهط، ان جماعة كده يشتركوا ويتجوزوا واحدة او العكس. كان في زواج الاستبضاع، ان واحدة هي تطلب واحد تقول له يعني كوسيلة لتحسين النسل، انت تعالى اتجوزني عشان انت فارس، او عشان انت شكلك حلو، عشان يبقى اولاد القبيلة بتاعتنا. واحيانا كان في ناس بيبعتوا العبيد بتوعهم الإماء، يعني يناموا مع فرسان عشان يبقى يحسنوا الناس، يعني عشان يجيبوا عبيد يكونوا أقوياء البنيان. فالقصة إن مش كل الزواج هو زواج اللي هو الصداق، اللي هو دي مراته وتبقى زوجته ومش عارف ايه. فاحتمال كبير جدا يكون الزواج اللي حصل ده بس ايه، استبضاع أو متعة أو حاجة سريعة كده. وده اللي بيخلي السبب دايما ان محمد كان يجي يقول لك انا يعني خرجت من نكاح ولم اخرج من سفاح، قالها كذا مره في اكتر من حديث، في اكتر من روايه. طب ايه ليه كده؟ هو في حد يجي من غير سبب يروح كده يقول لك على فكره يا باشمهندس انا مش ابن زنا؟ طب حد قال لك حاجه يا عم الحاج؟ ما هو لازم يكون في دافع ان حد يرد بهذا الشكل. فواضح ان كان في دوافع كتير. المهم قصه زواج عبد الله وعبد المطلب ان هم اتزوجوا في نفس الليله، ابن سعد بيحكيها في الطبقات وبيقول ان بعديها عبد الله خرج في رحله للشام و مات في الطريق وهو راجع، واندفن في المدينه في يثرب، يعني ان بعد زواجه بفتره مات. وعبد المطلب من هاله خلف حمزه. كويس كده، يبقى لازم محمد وحمزة يبقوا على الأقل نفس العمر أو بينهم 3 شهور، غير كده ما ينفعش. لكن إن حمزة يبقى أكبر من محمد ما ينفعش. لكن في نفس الكتب وكتب أخرى يجي يقول لك حمزة كان أكبر من محمد ب4 سنوات. 4 سنوات. طب تيجي حسابيا مستحيل إن لو عبد الله مات فعلا، إلا في حالة واحدة، إذا كانت آمنة فضلت حامل 4 سنوات، وده مستحيل. ده مستحيل. ده مستحيل عندنا احنا كالنهارده يعني. بس تعرف بقى ان الفقه الاسلامي فضل شاغل نفسه بالمسألة دي فترة طويلة جدا، ان هو ازاي يبرر ان ممكن واحدة تفضل حامل 4 سنين. هتلاقي الامام الشافعي قال ان مدة الحمل قد تصل الى 4 سنوات. حتى علي جمعة مفتي الديار المصرية السابق قال في حلقة تلفزيونية سنة 2013 أن مدة الحمل المرأة قد تصل إلى 4 سنين. طب ليه مش 5؟ طب ليه مش 3؟ اشمعنى 4 بالذات؟ عشان لو أي حد فتح الموضوع دون يقول لك طب ما هو أصلا ممكن، ما هو أصلا ممكن. لكن في الحقيقة القصة مش إن احنا بنحاول نثبت حاجة دلوقتي، لأن مش هنعرف نثبت حاجة. المهم في الموضوع ان القصص دي واضح انها كانت تثار في عهد محمد، وكانوا اهل قريش بيحاولوا يوجعوه بيها. ممكن جدا يكون قصص هم اخترعوها، او ممكن يكون ما فيهاش اي اساس من الصحة، لكن واضح جدا ان القصص دي اثرت في محمد جدا، لدرجة ان هو ابتدى يعني يمجد في نفسه ونسل قريش والى اخره. في قصة تانية عمه العباس، حسب رواية للترمذي اللي عايز يدور على الحديث رقم 3607 الترمذي، بيقول العباس بيقول لمحمد إن قريشا جلسوا فتذاكروا أحسابهم وأنسابهم، بيقول لمحمد فجعلوا مثلك يا محمد
كمثل نخلة في كبوة من الأرض. ده عمه اللي بيقول له إن قريش بتفتخر بأنسابها، وجعلوا مثلك كنخلة في كبوة، يعني زي نخلة نبتت في نجس في زبالة، النخلة الوحيدة اللي بتنبت شيطاني. ودي صورة واضحة معناها جدا. الناس بتفتخر بأنسابهم، هو بيقول لك نحن مش عارف أولو العلا مش عارف إيه، وإخسأ إليك كليبا إن مجاشع، فبيقولوا محمد ده نخلة نبت شيطاني نبتت في نجس. طب إيه معناها دي؟ يعني تفسيرها واضح جدا إنه طعن في نسبه. يعني ما حدش بيقول على واحد من قبيلتهم كده، ما هو بيقول انهم قريش. طب هو قريش لما تيجي تمتدح انسابهم هيقولوا عليه ان هو نبت شيطاني ليه؟ الا اذا كان فيه قصة معينة احنا ما نعرفهاش كانت مثارة في هذا الوقت. هتلاقي الرد على الادعاء ده في مسند الامام احمد. مسند الامام احمد بيرد محمد على الموضوع ده، انه لما سمع هذا الكلام كان في المدينة، فصعد للمنبر واستشاط غضبا وصرخ في المصلين وقال لهم من أنا؟ من أنا؟ فالمصلين استغربوا، إيه اللي حصل؟ قالوا له أنت رسول الله. قال لهم أنا محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب، حين خلق الله الخلق جعلني خير خلقه، وفرق الناس فرقتين وجعلني في خير فرقة، وقسم القبائل فجعلني في خير قبيلة، فأنا أنسبكم شرفا ونسبا. اللي بيطلع المنبر ويقول أنا مين عنده مشكلة. الحلقة الجاية هنكمل الحديث في مشكلة النسب، وهندخل اللي هو نسبه مطعون فيه، بيدور على نسب أعمق وأكبر، اللي هو إيه؟ نسبوا إلى إبراهيم أبو الأنبياء نفسه. هو ده اللي هيخرجه من المأزق ده، وده اللي هنشوفه في الحلقة الجاية. تابعونا على قناة اليوتيوب حامد.tv، وعلى الفيسبوك صندوق الإسلام. نراكم في الحلقة القادمة.